الحوامل عندنا يا سيدي بيخافوا يمارسوا الرياضة أثناء فترة الحمل. اه والله يا مؤمن زي ما بقول لك كده، وتلاقيها كمان بتصلي وهي قاعدة، مع إن الرياضة أصلا للحوامل مفيدة جدا سواء من الناحية النفسية أو الجسدية. هتستغرب كلامي وتقول لي إزاي يا كوتش؟ هقول لك كلامي مش غريب، الأهم ضرورة استشارة الطبيب المتابع معاه. ركز معايا بقى في اللي جاي ده عشان مهم جدا. بص يا سيدي، الرياضة الحامل بتحمي من الزيادة في الوزن اللي أغلب الحوامل بيعانوا منها. الرياضة بتسهل على الحامل عملية الولادة. الرياضة بتقلل احتمالية إصابة الحامل بمرض سكر الحمل وتسمم الحمل. الرياضة بتخفف من توترها، ضغوطها النفسي اللي بتحصل لها بسبب تغييرات هرمونات الحمل. الرياضة بتحميها من الإصابة بالإمساك اللي بيحصل لمعظم الحوامل. الرياضة بتحميها من إصابة دوال الأوردة اللي بتحصل نتيجة الحمل لستات كتير. طيب يا كابتن مصطفى، إيه الرياضة المناسبة للواحدة الحامل؟ هرجع اقول لك ضروري لازم تستشير الطبيب قبلها، وعامة هقول لك برضو رياضة المشي يوميا نص ساعة، السباحة، ركوب العجلة الثابتة لمدة ربع ساعة بس، لان اكتر من كده هيعمل ضغط على الحوض. اليوجا والتمارين الرياضية الخفيفة المناسبة للحامل، ودي بصراحة أنا بعتبرها من أفضل التمارين اللي هتخلي الواحدة الحامل محافظة على جسمها ولياقتها وصحتها، وتنشط الدورة الدموية وتقوي عضلات القلب والأطراف والحوض. بس يا سيدي،